السلام عليكم مشاهدينا الكرام. بعد الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في بطولة كأس العالم في قطر 2022 وبلوغه المربع الذهبي من العرس العالمي في إنجاز لم يسبقه له أي منتخب عربي أو أفريقي في التاريخ، خاض المنتخب المغربي مقابلتين وديتين لتأكيد أحقيته ببلوغ هذا الدور، عندما استقبل على أرضه منتخب البرازيل وفاز عليه المنتخب المغربي أداء ونتيجة بنتيجة هدفين مقابل واحد، ليصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي يهزم البرازيل بعد 26 فوزا متتاليا لأبطال العالم 5 مرات على المنتخبات العربية. ثم سافر إلى إسبانيا لملاقاة المنتخب البيروفي في العاصمة الإسبانية مدريد، وانتهت هذه المباراة بالتعادل السلبي في مباراة خيبت كل التطلعات التي كان يراهن عليها الشعب المغربي لمواصلة التقدم في تصنيف الفيفا والتقدم أكثر في سلم الترتيب العالمي. وطرأ تغيير طفيف في عدد النقاط التي يملكها المنتخب المغربي في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم لشهر إبريل الجاري، وهذا ما سنتعرف عليه في هذا الفيديو إذا اعتزمنا على أن نطلعكم على ترتيب المنتخب المغربي في التصنيف الجديد للفيفا. قبل أن نبدأ بعرض هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ما هو ترتيب المنتخب المغربي في هذا التصنيف للفيفا الجديد؟ أصدرت شبكة فوتبول رانكينج المتخصصة في حساب عدد النقاط التي تحصل عليها المنتخبات العالم بعد خوضها المباريات الدولية سواء كانت رسمية أو ودية ترتيبا جديدا للمنتخبات العالم، لا سيما أن المنتخب المغربي خاض مقابلتين وديتين، الأولى أمام البرازيل التي تمكن فيها الفوز بهدفين لهدف، وتمكن من خلال هذه المواجهة أن يحصل على عدد من النقاط بلغت حوالي 6.63 نقطة، والثانية أمام المنتخب البيروفي التي انتهت بالتعادل ولم يتمكن أحد من هز شباك الآخر، وبالتالي تسبب هذا التعادل بخسارة نقاط من تصنيف بلغت 1.5 نقطة. وفي المقابل استفاد المنتخب البيروفي في هذه النتيجة لتحسين تصنيفه العالميا، ومن الجدير بالذكر أن رصيد المنتخب المغربي السابق من النقاط كان حوالي 1672.35 نقطة، وأصبح رصيده الحالي 1677.93 نقطة، مضيفا لرصيده ما يقارب 5.58 نقطة، مستفيدا من فوزه التاريخي على منتخب البرازيل، واستقر ترتيبه في تصنيف الفيفا عند المركز 11 عالميا والأول على صعيد المنتخبات الأفريقية. تصريح الناخب الوطني للمنتخب المغربي بعد المقابلتين الوديتين، عبر مدرب المنتخب المغربي الوطني وليد الركراكي عن رضاه عن نتيجة التعادل أمام البيرو لحساب المباراة الودية التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء الماضي في مدريد للاستعداد لتصفيات كأس أفريقيا بالنسبة للمنتخب المغربي. وبرر مدرب المنتخب وليد الركراكي في تصريح له لجريدة العمق المغربية أداء لاعبي المنتخب الوطني المغربي بصعوبة المباراة والعياء بعد مباراة البرازيل التي كانت في نسق عال. ووجه مدرب المنتخب المغربي شكره للاعبي المنتخب الوطني المغربي على ما قدموه، وللجماهير المغربية على الدعم والمساندة في كل المباريات. ترتيب المجموعة 11 في التصفيات المؤهلة للأمم الأفريقية بساحل العاج 2024، يحتل المنتخب المغربي صدارة مجموعته في التصفيات بواقع 6 نقاط أثر تحقيقه الفوزين المتتاليين، الأول أمام منتخب جنوب أفريقيا في المغرب بنتيجة هدفين لهدف واحد، والثاني أمام منتخب ليبيريا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ليتأهل رسميا لنهائيات كأس أفريقيا بساحل العاج مطلع العام المقبل. ورافقه منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما ودع منتخب ليبيريا الحلم بالعرس الأفريقي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.
وعجز مدرب جنوب أفريقيا هوغو بروس البالغ من العمر 70 عامًا عن التعبير عن شعوره بعد حسم تأهل منتخب جنوب أفريقيا إلى نهائيات كأس أفريقيا في ساحل العاج 2023 المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل، وذلك بعد فوزه المنتخب الليبيريا واحتلاله المركز الثاني في المجموعة 11 من التصفيات برصيد 4 نقاط، بعد المنتخب المغربي المتواجد بالصدارة الحاصل على 6 نقاط. وقال المدرب لوسائل الإعلام: من الصعب التعبير عن مشاعري، نعم تغمرني سعادة كبيرة، لدي 100 شعور بعد تفادي الرصاص الأخيرة من المغرب. والتابع: يمكن أن يأتي المغرب إلى جنوب أفريقيا في يونيو بفريق جيد لتحقيق النصر، وأنا سعيد التأهل للعرس الأفريقي المقبل. ثم اختتم الحديث قائلا: بالنسبة لنا الآن سنلعب مباراة ودية جيدة جدا ضد المغرب، لم تعد مواجهة مهمة، لكننا سنحاول تجهيز فريق بشكل جيد لنكون في أفضل حال في كأس أفريقيا بساحل العاج. ومن المقرر أن تسافر بعثة المنتخب المغربي لجنوب أفريقيا لخوض مباراة الجولة الثالثة شهر يونيو المقبل، ثم سيعود لأرض الوطن لخوض آخر مبارياته بالتصفيات المؤهلة لنهائيات أفريقيا ضد منتخب ليبيريا شهر سبتمبر من العام الجاري. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى أن تضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.